ازيكم حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة البقسماط الجميل ده. عايزة اقول لكم ان هو من غير لا بيض ولا لبن ولا سمنة ولا زبدة، وطالع مقرمش وطالع جميل قوي قوي. حاجات بسيطة موجودة عندنا كلنا في البيت. هو مجرد بس شوية زيت صغيرة، استخدمت كمان معاه شوية ينسون وسمسم. عملت جزء بالسمسم بس وجزء بالسمسم مع اليانسون، طالع جميل قوي. عايزه اقول لكم ان احنا اكلنا نص الكميه اللي قدامكم دي قبل ما نخلص تصوير. هجهز اول حاجه ميه تكون فتره، هحط معلقتين من السكر ومعلقه ونص من الخميره الفوريه. هدوبهم طبعا حلو. لو انا متاكده من الخميره الفوريه بتاعتي هبتدي احط الدقيق على طول ومش هستنى عليها ما تخمر. ممكن اسيبها شوية لغاية ما اتأكد من الخميرة. بعد كده بضيف نص كوباية من زيت نباتي ونص معلقة من الملح. الزيت النباتي ممكن نحط كمان اي زيت احنا حابينه، ممكن زيت زيتون، ممكن زيت ذرة، اي زيت احنا عندنا ممكن نحطه. انا حطيت كمان معلقة من الخل، زي ما بنحطها على كيك كده، بتخلي العجينة تكون هشة وحلوة. بعد كده بضيف نص كيلو من الدقيق، طبعا بكون نخلاه في الاول. اولا بقلبه شوية كده مش بايديا، بقلب بس في الاول بالسباتيولا كده لغاية ما احط كل كمية الدقيق. وكمان هضيف عليها معلقة كوباية كمان من المية، تكون فترة ما تبقاش باردة، لان جو طبعا ساقعة. المية ما تكون دافية بتساعد ان العجين تخمر بسرعة. ببتدي بقى بعجن بايديا، طبعا لازم اعجن كويس بايدي لان مش هينفع على معلقة ولا مضرب بيض ولا اي حاجة، لازم الايد علشان اتأكد ان العجينة اتعجنت كويس. ابتدي اعجن كويس بقى لغاية ما الاقي العجينة كلها بقت متماسكة كده بالشكل ده وما عادتش بتلزق في ايديا. هبتدي بقى اسيبها ترتاح، مش هسيبها تخمر، هسيبها بس ترتاح حوالي ربع ساعة او تلت ساعة. هبتدي اقطع بقى عندي هجهز بس الاول السمسم وهحط عليه شوية مية صغيرة، طبعا ده بيساعد ان هو يلزق في العجينة بسرعة، وكمان ما يتحرقش معايا في الفرن، لان لو ما حطيتش مية ممكن يتحرق بسرعة قبل ما البقسماط يستوي. هبتدي بقى اخد قطع متوسطة كده صغيرة وابتدي افرد على قد ما اقدر بالطريقة دي، ابرمها كده لغاية الطول اللي انا عايزاه. ممكن لو اعملها طويلة قوي ممكن نقسمها بعد كده نصين. وابتدي بقى ارص في الصواني، طبعا بحطها الاول في السمسم لغاية من ناحيتين عشان السمسم يكون من الناحيتين مش من ناحية واحدة. ما تخافوش يعني مش هيتحرق ولا حاجة. ببتدي بقى ارصهم في الصواني وهسيب الصواني لمدة نص ساعة قبل تخمر قبل ما احطها في الفرن. هحطهم بقى في الفرن على درجة حرارة 160 واسيبه يستوي على مهله خالص، ما معليش النار. طال هيطلع معاكو مقرمش، لكن لو عملته على درجة حرارة عالية هتلاقيه اتحرق ولسه طري او لونه غير وهو لسه طري. لما يستوي على نار هادية خالص على اقل 160 درجة حلوة قوي. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش لايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.